السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على محمد. أنا عبد الله مصطفى فلاتر ديفلوبر. هنتكلم النهارده في الفيديو ده عن باكج ناس ياما فاهمها غلط، وللأسف بتستخدمها غلط، وللأسف أكتر شفت بوستات بتقول لك إن الباكج ديت سكيور وأنت تستخدمها في السكيورتي بتاعت التطبيق بتاعك، وحط فيها توكنز، حط فيها سيكريت كي. ولسه شايف بوست النهارده بيتكلم عن الحتة ديت، بيقول لك كده صراحة حط فيها التوكنز والحاجات دي. طيب إيه الباكج ديت؟ الباكج ديت اللي هي فلاتر دو تو انفايرمنت، اللي هي بتاعت الفايل بتاع الام اي ام بتاع الانفايرمنت يعني. تمام. للاسف اللي بيقول لك كده ما قراش الدوكيومنتيشن ونقل الكلام، يعني هو شاف واحد كتب بوست خد نفس الكلام عمل هو بوست بنفس الفكره. ليه بقى؟ لان انت لو قرات الدوكيومنتيشن بتاعت الباكج، الدوكيومنتيشن اهي نجيبها من هنا، تخش في الدوكيومنتيشن بتاعت الباكج هتلاقيه نفس الدوكيومنتيشن ديت هو حاططها لك في الريدمي فايل، عشان في باكج تانية لا بيبقى الريدمي ده حاطط لك الحاجات المهمه، ولو عايز الدوكيومنتيشن خش يا باشا في الدوكيومنتيشن بتاعت الباكج. تمام. لو انت نزلت في التايتل رقم 3 في الباكج 1 2 3 هتلاقيه قال لك ايه سكيورتي كونسنتريشن. طيب انا خدت الكلام ده كوبي وحطيته هنا في الوايت بورد، كبرته عشان نقراه مع بعض وقسمته لاربع نقاط. الباكج بتقول لك او اللي عامل الباكج بيقول لك خد بالك يعني ايه الباكج دي مش سكيور. ليه بقى؟ بيقول لك سنسيتيف كي زي الاي بي اي دي والحاجات دي كلها، والتوكنز ما ينفعش تشتغل في فلاتر في الفرونت اند فلاتر اب بتاعك. ده رقم واحد. ليه؟ انها حتى لو انت عامل اوبسكيتد للتطبيق بتاعك ممكن يحصل لها اكستراكت. رقم واحد. رقم اتنين، الباكج دي ما بتعملش اوبستيكيت، يعني ما بتغيرش. وفكره الاوبستيكيت يعني ايه؟ يعني ايه الكلمه ديت؟ الفكره ديت ان انا بخلي الكود صعب يتقرا، يعني هتخليه زي ما بنقول هارد كود كده ان هو ما حدش يبقى صعب قرايته. بغير الفاريبلز ومخليه لا تفهمه ولا تقراه، بس ما بعملش اي حاجه، لا بعمل مثلا انكريبشن لاي حاجه ولا اي حاجه من الكلام ده. تمام. يبقى بقول لك الباكج دي ما بتعملش اوفسكيتد لاي حاجه لاي فاريبل، وحتى لو معمول اوفسكيتد ممكن يحصل له اكستراكت. تمام. غير كده بقول لك ايه في النقطه رقم 3 من اول حته ديت، ان الباكج ديت بتديك ايحاء زائد اهوت فولس سنس اوف سكيورتي، ايحاء زائد من السكيورتي ان انت مامن التطبيق بتاعك. انا حاطط ملف انفايرمنت، يعني الصلاه على النبي كده التوكنز في امان والحاجات دي كلها. ده رقم 3. رقم 4 بتقول لك ايه؟ يعني اللي عامل الباكج بيقول لك use environment variable in front end application for non-sensitive configuration. زي ايه non-sensitive configuration ديت؟ قال لك زي الاي بي اي اند بوينت والفيتشر فلاج. مثلا انت بتشيك والله لو انت في البرودكشن في الديفلوبمنت، لو في الادمن فليفر اعمل كده الحاجات دي كلها. تمام. يعني بيقول لك ما تحطش فيها اي حاجه سكيور. اللي عاملين الباكج بيقولوا كده. طيب نيجي في الاكزامبل، مش هفيه ولا اكزامبل. مثلا مكتوب هنا في فاريبل مثلا ان هو اليوزر توكن، السيكريت كي، اي حاجه من الحاجات دي. ده رقم 5. رقم 6 هتسكرول لتحت هتلاقي ايه؟ برضه قاعد لك نفس الكلام security considerations، وقال لك ايه never stored sensitive key in the front end. بيقول لك ما تخزنش اي حاجه، ما ينفعش تخزن اي حاجه. رقم 7 هو بيقول لك عشان البيست براكتس في السكيورتي وازاي تامن التطبيق بتاعك خش في اللينك ده. طيب ايه اللينك ده؟ اللينك ده عباره عن يعني ايه الاو دبليو اي اس بي اللي هو الاوبن ويب ابلكيشن سكيورتي بروجكت. فكره ده او الفكره البروجكت ده ان هو اوبن سورس، بيقول لك البيست براكتس في السكيورتي، الفولنربيلتيز اللي موجوده في السوق، او اشهر الثغرات الموجوده وازاي تتجنبها وازاي ما تقعش فيها. تمام. فبقول لك يا باشا انت عايز تامن التطبيق بتاعك خش اقرا البوست ده وهو هيفهمك ازاي تامن التطبيق بتاعك. انا الباكج ديت ما بتامنش حاجه، اللي عاملين الباكج ذات نفسهم بيقول لك الكلام مش سكيور. انا بديك ايحاء زائف للسكيورتي، انا بنظم بس الكود. فكره الباكج ديت ان هي ما هي الا تنظيم للانفايرمنت فاريبل بتاع في البرودكشن، تنظيم الكود بس ما بتمشي اي حاجه تاني. تمام. يعني انا كده خلصت الفيديو بسيط جدا، ويا ريت لو شفت اي حد بيقول لك ان الفلاتر انفايرمنت ان هي سكيور الباكج ديت ابعتوا الفيديو ده، قول له اقرا الدوكيومنتيشن فهمه بالراحه. كلنا بنغلط، بس للاسف انت يعني دي حته وحشه في ان انت تكون سوفت وير انجينير وما تقراش الدوكيومنتيشن. حاجه صعبه، بس يعني انت بتتكلم في سكيورتي يعني حاجه مهمه. يعني ده السكيورتي دي مش حاجه يعني ايه ملهاش لازمه، حاجه زي التستنج. معظم الناس فكرت التستنج ده اي حاجه وماشي الدنيا، والله التستنج والسكيورتي دول من اهم الحاجات. تمام.
غير كده بس انا خلصت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.